هنصلي على الحبيب وندخل كده بقلب جامد. هنشوف بقى الحلاوة والجمال والبروتين النباتي. ده ايه؟ ده فول النابت. الفول النابت بتكاته وحركاته، اسهل من كده مفيش، واحلى من كده مفيش. شايفة دايبة ازاي؟ شايفة بتطلع كده يا دوب. شوف انا بضغط عليها بتطلع قبل ما اضغط عليها. حاجة كده ايه، زبدة. شايفة الشوربة؟ شايفة صافية ازاي؟ حاجة طعم وشكل وريحة. هنبدأ بقى وندخل على الفيديو ونشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. بس بقولك ايه، ما تنسليش بقى في دعوة حلوة وكومنت جميل منك كده. هندخل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنبدأ مع بعض. احنا عملنا في يوم قبل كده كنا نقعين الفول عشان نعمله فول مدمس، واخدنا منه شوية عشان نعمله فول نابت. ادي بقى يا حبيبتي الفول النابت. سبت يومين طلع التشعيبة بتاعته او التزريعة بتاعته كده لما بقى ايه، عسل. خلاص. ادي كمية الفول اللي عندي حوالي مكملش ربع كيلو، بس حاجة كده لوز اللوز يعني. اهي شايفة بوريها لك تحفة. والفولة بيضة، تنقي الفولة البلدي البيضة، حاجة والله العظيم وهم. زي ما قلت لك هتنقعيه اول يوم وتاني، وبعدين تصفيه من الميه وتحطيه في مناديل لمده يومين. هيبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، حاجه كده عسل. هنبدا بقى. معايا الفول، معايا نص كوبايه طماطم مضروبه في الخلاط ومصفيها، او حبيتين طماطم كبار مفيش مشكله خالص. لو حابه تحطيها يعني الطماطمايه بحالها بتشقيها اربع تربع كده وبتحطيها عادي خالص مفيش اي مشكله. ومعايا هنا بصلايه، معايا جزرة لو موجودة، مش موجودة خلاص دي جزرة أنا مقسماها 3. ومعايا 4 فصوص توم زي ما انت شايفة كده. هنعمله ازاي؟ هنحط بقى مية على البوتاجاز يغلي. أول ما المية تبدأ تغلي هنعمل ايه؟ هننزل فيها الفول. زي ما انت شايفة انا نزلت الفول لما المية غليت، وبعد كده طلعت ريم على الوش. الريم اللي على الوش ده لازم يتشال. زيه زي اللحمة، زي الفراخ، زي اي حاجة بنيجي نسلقها بتطلع ريم على الوش. الريم لازم يتشال. ليه؟ لان احنا كلنا ستات بيوت شاطرين وعارفين ان الريم بيخلي الشوربة تبقى غامقة مش رايقة كده مش حلوة. فاحنا لازم نشيل الريم اللي بيجي على الوش اهو. كل ما بيطلع بشيله لغاية ما انضف الشوربة خالص. وبعد كده اول ما الاقي الشوربة خلاص نضفت من الريم ده، هنزل بقى بالمنكهات بتاعتي اللي هي ايه اللي احنا شفناها مع بعض. نفكر بعض تاني. اللي هي البصل، الثوم، الجزر، والطماطم. احنا لسه محطناش بهارات ولا جينا على بهارات خالص. احنا لسه البهارات بعد كده. انا يا دوب هنضف بس الشوربه زي ما انتوا شفتوا كده، وهنزل بقى بالمنكهات بتاعتي اللي هي البصل. انا بنزل بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره متوفره عندك، الجزرايه، فصين الثوم انا يا دوب شقتهم. وهنزل كمان بالطماطم المعصوره. وزي ما قلنا حابة تحطي طماطماية سليمة بتشقيها 4 تربع وتحطيها مفيش مشكلة. لو مش حابة الطماطم المعصورة أو المبشورة مفيش أي مشكلة خالص. هنزلها وهقلبها بقى كويس. وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا. خلاص هنسيبها بس تغلي يا دوب غلوة بالطماطم، وننزل التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه. التوابل بتاعتنا فلفل أسمر اهو زي ما انت شايفة معايا. فلفل اسمر، كمون، ملح، سنة قرفة بسيطة خالص يعني ربع معلقة قرفة صغيرة كده. خلاص. وهنزل كمان بالحبهان وورق اللورا. خلاص انا بوريكي هنا البهارات بتاعتي تاني: فلفل، كمون، ملح، من كل حاجة نص معلقة. القرفة بس اللي ربع معلقة صغيرة. ربع معلقة صغيرة. وزي ما قلنا هنحط الحبهان والملح. لو عندك مستكة بتنزليها بتخلي طعم الحاجة تحفة 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 بجد. هسيبهم بقى يبدأوا يغلوا مع بعض ويستووا. وبعد ما بيغلي شوية حوالي 10 دقايق أو حاجة بهدي عليه النار. هو ما بياخدش وقت كتير في التسوية يعني بيستوي على طول مش زي اللحمة يعني. هسيبه بقى يستوى وبعد كده هغرفه زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ومستنية تعليقاتكم الجميلة ودعوة كمان حلوة. ولو انتي اول مرة تشوفيني وتزوريني في قناتي اتمنى ان انتي تشرفيني بالاشتراك فيها في قناة ام طارق واعمال ايديها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.